السلام عليكم يا شباب. أنا محمد الجوهري هتكلم معاكم في الفيديو ده عن هجرة المهندسين لأستراليا from A to X. ليه to X؟ لأن احنا هنقف عند الأوتكم بتاع التقييم من Engineers أستراليا، ومش هنكمل بعد كده لأن مش هنكمل في مرحلة السبمشن بتاع الUI وكل الكلام دوت، لأن دي المرحلة اللي أنا واقف عندها. فأنا حابب إن كل حاجة أقولها تكون بناء على personal experience، بحيث أكون متأكد إن المعلومة practical وشغالة وفي رجون وهتنفع. الفيديو ده عملناه بعد البوست كنا عملناه على الجروب قبل كده بعنوان ما لا تعرفه عن اعتماد الشهادة وسنين الخبرة من انجينيرز أستراليا، للي حابب يرجع له. الأسئلة اللي جات على البوست كتير، والتفاعل اللي حصل معاه كان كله في اتجاه إن الناس عاوزة الكلام يكون in more details ويكون بطريقة عامة أكتر وشامل كل حاجة أكتر. ففكرنا نعمل الفيديو ده بحيث يكون هو الألتيميت جايد للمهندسين المقبلين على التعامل مع انجينيرز أستراليا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Overview. هنتكلم في الفيديو عن المigration requirements عامة، هنتكلم عنها بسرعة جدا علشان الناس اللي مش عارفاها، لو حد لسه بادئ الموضوع خالص دلوقتي يعرفه، بس مش هناخد فيها وقت كبير. بعد كده هنبدأ نتكلم عن الاسسمنت، واحنا بنتكلم عن الاسسمنت هنقول ايه الريكويرمنتس المطلوبة وايه الاوراق المطلوبة، وهنقول شوية useful tips كده وانت بتجهز الورق وانت بتعمل الريبورت بتاعك قبل ما تجهز، وانت بتجهز شهادة الخبرة وانت بتجيب الورق من النقابة ومن الكلية ومن كل الأماكن دي. ايه التبس اللي تخلي بالك منها علشان ما تضيعش وقت وعلشان تخلص حاجتك مظبوطة وبأقصى سرعة. بعد كده هنتكلم شوية عن الاسسمنت كرايتيريا وازاي تكتب السامري ستيتمنت، وبعد كده ازاي تكتب الكومبليت سي دي ار اللي فيه ال3 كارير ابيزود. ليه حاطين السامري ستيتمنت الاول قبل ما نتكلم عن السي دي ار؟ دي مش غلطة ولا حاجة، دي مقصودة لان واحنا بنعمل السي دي ار اول حاجة هنعملها فيها تكون هي السامري ستيتمنت، وهنعرف بعد كده ليه احنا هنبدأ بيها. في الاخر هنعمل complete step by step CDR example، وهنكتب فيه مع بعض career episode كاملة from A to Z، هنكتبها بناء على ال summary statement اللي احنا هنكون جهزناها من الأول. طيب ال immigration requirements كده بسرعة. أول حاجة علشان تهاجر لازم تكون وظيفتك listed في لستة من الليستتين دول، يا إما ال SOL فبتقدم على تأشيرة 189، أو ال CSOL فبتقدم على الفيزا ال190. طيب تعرف ازاي ان انت وظيفتك listed في اي واحدة من الاتنين دول؟ بتدخل على سايت www.border.gov.au وبتعمل سيرش على skilled occupation lists، فهيطلع لك التو lists دول تشوف وظيفتك او المهنة اللي انت شغال فيها دلوقتي موجودة في لستة من الليستتين دولت ولا لا. لقيت نفسك وظيفتك موجودة تبقى محتاج 60 نقطة. 60 نقطة دول هجمعهم ازاي؟ ال60 نقطة دول بتجمعهم عن طريق السن. لو انت سنك من 18 ل 24 بتاخد 25 نقطة، لو من 25 ل 32 بتاخد 30 نقطة، لو من 33 ل 39 25 نقطة، من 40 ل 44 15 نقطة، ومن 44 ل 49 ما بتاخدش ولا نقطة على السن. طيب اللغة، المينيمم ريكويرمنتس بتاعتك انت محتاج تجيب 4 ستات، 4 رايتنج، 4 listening، 4 reading، 4 speaking. طيب السؤال الشهير، هو ينفع أقسم نتيجة ال4 ستات دول على امتحانين؟ ينفع للأسسمنت بس ما ينفعش وانت بتقدم للبوردر. يعني ايه؟ يعني انجينيرز أستراليا بتقبل ان انت تديلها نتيجتك على شهادتين، انا جبت هنا 6 و6 و5 و5، وجبت هنا 5 و5 و6 و6، وتقدمهم هما الاتنين مع بعض. انجينيرز أستراليا بتقبل بكده تسهيلا على الناس.
لكن البوردر ما بتقبلش. البوردر معتبرة التسهيل اللي هي عملته ان هي بتبدأ بتقبل ايلتس وبي تي اي، لكن انجينيرز استراليا ما بتقبلش بي تي اي، هي بتقبل ايلتس بس. فانت بتبقى محتاج تجيب النتيجة بتاعتك دي، بس ممكن تقدمها على مرتين. انجينيرز استراليا بتقبل ايلتس وتويفل. طيب لو انت نجم وجبت 4 سبعات بتاخد 10 نقط. طيب لو نجم قوي وجبت 4 تمانيات بتاخد 20 نقطة. الكواليفيكيشنز، البكالوريوس بيديلك 15 نقطة. خلي بالك بقى، شوف حاجتك كده واحنا بنتكلم وجمع نقطك ما احنا بنتكلم مع بعض. بكالوريوس 15 نقطة. البي اتش دي بتديلك 20 نقطة. الماستر ما بيديلكش ولا حاجة. الام بي اي للأسف ما بتديلكش ولا حاجة. طبعا البي ام بي طالما الام بي اي ما بتديش، فالبي ام بي كمان ما بتديلكش ولا نقطة. البريفيوس اكسبيرينس بتاخد عليها نقط بناء على ايه؟ لو خبرتك اقل من 3 سنين ما بتاخدش ولا نقطة. طب هو ينفع اقدم؟ ينفع لو انت قدرت تجمع 60 نقطة من غير النقط بتاعة الخبرة. لو ما بين 3 و4 سنين بتاخد 5 نقط. ما بين 5 و7 سنين بتاخد 10 نقط. اكتر من 8 سنين بتاخد 15 نقطة. طيب مين اللي يقول بقى ان انت خبرتك هو عدد السنين دي؟ انت اللي تقول؟ لا طبعا. مين اللي يقول ان انت مهندس اساسا؟ انت اللي تقول؟ لا طبعا. لازم يكون ليك جهة معادلة بتعادل معاها شهادتك مبدئيا، ولو عاوز كمان تعادل سنين الخبرة بتعادلها. طيب تعرف منين جهة المعادلة بتاعتك دي؟ بتعرفها عن طريق السايت ده www.andescosearch.com. بتدخل على السايت ده وبتكتب المهنة بتاعتك وتشوف مين جهة المعادلة بتاعتك. في جهات معادلة كتيرة، أشهرهم بالنسبة للمهندسين انجينيرز أستراليا. معظم تخصصات الهندسة انجينيرز أستراليا هي اللي بتعادلها. لو انت لقيت ان جهة المعادلة بتاعتك هي انجينيرز أستراليا كمل الفيديو، لو لقيتها حاجة تانية غيرها ما تكملش الفيديو. طيب لقيت نفسك مجمع 60 نقطة أو على الأقل 55 نقطة، ولقيت إن جهة المعادلة بتاعتك هي انجينيرز أستراليا، كمل بقى وتعالى نشوف انجينيرز أستراليا بتقيم مين، بتدي الاسسمنت بتاعتها لمين. انجينيرز أستراليا عندها 3 categories للoccupational categories in engineering. بالنسبة ل engineering أستراليا، أول حاجة professional engineer، تاني حاجة engineering technologist، وتالت حاجة engineering associate. معظم الاختلاف على ايه؟ على professional engineer والengineering technologist، وده السؤال الدايم وده الخلاف اللي موجود على طول ما بين الناس. هو في فرق بين الاتنين ولا لأ؟ طب لو في فرق هو ايه الفرق؟ طب هو ايه الأحسن؟ أقيم نفسي كبروفيشنال انجينير ولا engineering technologist؟ لازم أول حاجة نفهم ايه الفرق بينهم. أولا البروفيشنال انجينير بيبقى متخرج من 4 year bachelor degree in engineering. الانجينيرنج تكنولوجيست 3 سنين بس، وبتكون في التكنولوجي ديجري ان انجينيرنج. ده بيكلور ديجري، ده بيكلور اوف تكنولوجي ديجري. هي حاجه مش موجوده عندنا، او الانجينيرنج تكنولوجيست مش وظيفه موجوده عندنا، بس هي وظيفه موجوده هناك. البروفيشنال انجينير focuses on overall systems. التكنولوجيست focuses on interactions within the systems. البروفيشنال applies established engineering methods to complex engineering problems. A technologist applies established engineering methods, techniques, tools and resources within the technology domain. تقريبا الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. Engineering professional pursues engineering opportunities, taking environmental, community, social issues into account. هنا بقى بيتكلم عن مهندس بيبص على كل حاجة، عليه الاوبورتيونيتيز اللي قدامه، بيخلي باله من الانفيرومنتال افكتس، بيخلي باله من الايكونومي اللي حواليه، عارف ايه كل الستيك هولدرز اللي عنده في المشروع، عارف ايه الاوبجيكتيف بتاعه. لكن التكنولوجيست هم حاطينه في حتة او هي وظيفة
ما تقدرش تقول عليه تكنيشن، وما تقدرش في نفس الوقت تقول عليه مهندس، لان المهندس بالنسبة لهم احنا يا جماعة شهادتنا دي بالنسبة لهم شهادة بروفيشنال انجينير. احنا خدنا ماثيماتكس كتيرة، درسنا كل حاجة in details و in depth لأقصى درجة، خدنا تفاضل وتكامل ونظريات وأربع سنين، يعني خدنا التخصص بتاعنا من أوله لآخره. فإحنا بروفيشنال انجينير. هو دايما وهو بيقيمك هيبقى دايما ميال إن هو يديلك الأوتكم على إنك انجينيرنج تكنولوجيست. طيب هي دي انجينيرنج تكنولوجيست دوت حاجة وحشة؟ مش حاجة وحشة، مش حاجة عيب، ومش حاجة حرام، لكن مش انت مش انجينيرنج تكنولوجيست. ثانيا الانجينيرنج تكنولوجيست معلوماتي ان هي وظيفة فلاجد، ف... فمش يعني مش مضمون قوي ان انت تقدم عليها. وليه تقدم عليها وليه تقبل ان انت تكون انجينيرنج تكنولوجيست طالما انت كل مؤهلاتك وشغلك وكل حاجتك انجينيرنج او بروفيشنال انجينير؟ فهنبدأ نتكلم من اول دلوقتي على ان احنا بنقدم نفسنا كبروفيشنال انجينير. هنحاول ناخد الاوتكم بتاعنا على اننا بروفيشنال انجينير، ونعتمد شهادات سنين الخبرة بتاعتنا على اننا بروفيشنال انجينير. طيب علشان خلاص هنقدم كبروفيشنال انجينير، بيقبل ايه الانجينيرز استراليا؟ بيقبل ايلتس مينيمم سكور 6 في كل موديول زي ما قلنا، وبيقبل تويفل بالدرجات اللي مكتوبة دي: listening 12 و reading 13 writing 21 و speaking 18. طبعا معظم الناس بتروح للايلتس، يعني انا في محيطي كده وفي مجتمع علاقاتي ما شفتش حد خالص امتحن تويفل. طيب ايه الاسسمنت ريكويرمنتس بقى؟ ايه الريكويرمنتس المطلوبه منك علشان تقدم ابلكيشن وتدفع الفلوس وتطلب اسسمنت؟ اول حاجه مطلوب منك باسبورت ستايل فوتو، صوره باسبور عاديه خالص. تاني حاجه برايم اي دي اللي هو بالنسبه لنا كلنا هيكون الباسبور. تالت حاجه النيم تشينج دوكيومنتيشن، والنيم تشينج دوكيومنتيشن دي طبعا بتحتاجها في حالة ان انت غيرت اسمك لأي سبب من الأسباب، قطعا محتاجها. لكن حتى لو انت ما عملتش كده ممكن تحتاجها، هنتكلم عنها دلوقتي امتى ممكن تحتاج النيم تشينج دوكيومنتيشن. curriculum vitae سي في عادية خالص، بتكون من 3 ورقات ماكسيموم A4، سي في بتاعتك العادية خالص من غير أي حاجة تعقيدات، سي في عادية ما فيهاش صورة ولا أي حاجة، مكتوب فيها بس أنت شغال فين واشتغلت فين قبل كده واتخرجت منين. أهم حاجة ما تزودهاش عن 3 ورقات A4. الريجستريشن هي الورقة اللي أنت بتجيبها من النقابة إن أنت مسجل في النقابة. طيب دي بنجيبها إزاي؟ ببساطة بتروح لأقرب فرع، أقرب نقابة فرعية موجودة بالنسبة لك، وبتطلب منهم أنا محتاج شهادة ريجستريشن بالانجليزي. هم عارفينها، لما بتقول لهم عليها بيبقوا عارفينها. بيطلع لك نصها كده مقسومة نصين، نصها عربي ونصها انجليزي، بس لازم تكون وانت رايح تكون مجدد الكارنيه او يبقى معاك فلوس ان انت هتدفع فلوس الريجستريشن وفلوس تجديد الكارنيه. طيب ممكن انت ما تروحش، ممكن ما تروحش ويروح مكانك حد بس يكون قريبك من الدرجة الأولى ومعاه حاجة تثبت إن هو قريبك من الدرجة الأولى، ويكون معاه بطاقتك الأصلية، مش معاه صورة ولا أي حاجة، لازم تكون بطاقتك الأصلية معاه. وده جزء سهل بتقدر تجيبه بدون أي مشاكل خالص، مجرد بتروح النقابة مشوار بيطلعوا لك الشهادة والموضوع بيخلص على كده. طيب الإديوكيشن، إزاي بتثبت الإديوكيشن بتاعك وإن أنت متخرج من كلية هندسة؟ بتروح الكلية بتاعتك، الموضوع برضو في منتهى السهولة مفيهوش أي تعقيدات خالص، بتطلب منهم شهادة إنجليش وبيان درجات إنجليش، بيكون معاك وأنت رايح الشهادة المؤقتة بتاعتك اللي أنت واخدها من الكلية. ممكن تطلب كمان بيان بالمحتوى العلمي، وده بتجيبه ب100 جنيه، بيكون فيه كل مادة بالظبط درست فيها إيه بكل تفاصيلها،
هو مش ضروري قوي ومش اساسي، بس ممكن تحتاجه لو غلس عليك في حاجة، قالك اصل انت ما خدتش نظريات مش عارف ايه بطريقة متعمقة، يبقى معاك هو كده كده ب100 جنيه، فمش يعني ايه مش هتخسر حاجة لما تجيبه بدل ما تغرم مشوار تاني للكلية. حاجة الكلية مش مطلوب فيها توثيق، هو ختم النسر من الكلية كفاية، ومش لازم ختم رئيس الجامعة ولا حاجة، هو مجرد ختم النسر. وبرضه ينطبق عليها نفس الكلام، ممكن قريبك من الدرجة الأولى يروح يجيبها لك، يكون معاه ما يثبت إن هو قريبك من الدرجة الأولى ومعاه أصل بطاقتك. بس طبعا دي بقى بتختلف من مكان لمكان، ممكن كلية تغلس كلية ما تغلسش، بس يعني اللي أنا أعرفه إن هي ممكن إن أنت بتجيبها أي حد قريبك من الدرجة الأولى يجيبها لك، ما فيهاش أي مشكلة. لحد دلوقتي الدنيا سهلة وجميلة ما فيهاش أي مشكلة خالص. بس الأيام الحلوة ما بتدومش كتير، ممكن يطلع لك حاجة تبوظ لك برضو المشوار السهل بتاع الكلية ده. الحاجة دي هي إيه؟ لو رجعت معايا كده بالزمن لورا 10-15 سنة كده زمان، أول يوم رحت فيه الكلية وأنت لسه مش فاهم أي حاجة خالص، ولسه مصدوم ومنبهر ومش عارف أي حاجة في حياتك، خدت استمارة كده كتبت فيها اسمك بالإنجلش. الاسم اللي انت كتبته بالإنجلش ده هو اللي هيطلع لك في كل الحاجات اللي انت هتطلبها من الكلية، ولو عملت ايه مش هيتغير الاسم ده، لو جبت لهم مين، لو انت ابن مين، الاسم ده مش هيتغير، هو خلاص اتسجل على سيستم، وهيحسسك ان النظام خلاص قطع بعضه وما ينفعش ومستحيل ان الاسم ده يتغير. طيب لو كنت كاتب اسمك غلط بقى في الورقة دي، او كاتبه بطريقة مش زي اللي مكتوب في الباسبور دلوقتي بأي سبب من الأسباب، اسمك مثلا فيه عبد كذا وعبد انت كاتبها وبالإي ولا بالآي ولا كاتبها باليو، لو اسمك فيه الجوهري كاتب ال لوحدها في سبيس ولا مفيش، كل دي حاجات مهمة جدا ان هي تكون مطابقة بالظبط في ورق الكلية زي الباسبور بالظبط. فلانك هتيأس وهتعمل كل المحاولات ومش هتوصل لأي حاجة في الآخر، بتدخل لوكيل الكلية بيديلك ورقة بيشهد فيها ان الاسم اللي في الباسبور هو الاسم اللي موجود في الشهادة، وإن الفرق بينهم هو فرق في الترجمة مش أكتر، وإن الاسمين متطابقين، وبيختمها لك وكيل الكلية بيكون عارف إن دي حاجة بتطلع لأنهم متعودين على إن الناس بتطلب منهم الكلام دوت. فالنيم تشينج دوكيومنتيشن ممكن تحتاجه حتى لو أنت متصور إن أنت اسمك زي ما هو من ساعة ما اتولدت لحد دلوقتي، لأ، ممكن تضطر برضو تعمل النيم تشينج دوكيومنتيشن دي، وطبعا بتبقى مختومة برضو بختم النسر وبتعمل لها ابلود مع الابليكيشن بتاعتك. اخر حاجة الامبلويمنت ممكن تقدم ان انت عاوز تقيمها وممكن ما تقدمش، لكن طبعا النصيحة اللي كل الناس هتقولها لك ان انت اعتمد سنين الخبرة بتاعتك من الاول. ليه؟ لانك هيبقى معاك دوكيمنت قوية فيها عدد سنين خبرتك طلعوا لك من جهة في استراليا، فما تجيش بعد ما تدفع فلوس كتيرة قوي 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 لما تجيلك الانفيتيشن ويتعين لك كيس اوفيسر، الكيس اوفيسر دوت يقول لا ده اصل الشركة دي ما كانتش شغالة في مش عارف ايه، ولا انت وظيفتك هنا ما كانتش مش عارف ايه، فانا مش هحسب لك سنين الخبرة دي، فنقطك هتقل، فمش هتاخد الفيزا وتضيع عليك الفلوس الكتير، في النهاية انت دافع مبلغ اقل بكتير قوي في الاسسمنت، فخلي التقييم بتاعك بتقييم سنين الخبرة يتعمل لك دلوقتي. طيب ممكن بعد لما اقيم سنين الخبرة دلوقتي يجي الكيس اوفيسر بعد كده ويقلل برضو منها؟ ممكن عادي حقه، بس دي حاجة يعني ايه، مش دي الموست بوبيولار. يعني الموست بوبيولار ان انت خلاص خدت واخد معاك شهادة من جهة مهمة في استراليا، كيان كبير للمهندسين بيقول ان انت مهندس وان انت عندك كذا سنة خبرة، ف يعني في معظم الاحوال هو ده عدد سنين الخبرة اللي بيتحسب لك هنا، هو عدد سنين الخبرة اللي انت بتقدم بيه واللي بيتحسب لك عليه النقط. واخر حاجة بتعمل الريبورت اللي هو ال CDR Competency Demonstration Report، هو عبارة عن ريبورت بتقول فيه ان انت ما عندك الكومبيتنسيز بتاعت المهندسين
الأسئلة الشائعة بقى وأهم الأسئلة اللي على شوية الكلام اللي فاتوا دول، هنثبت ازاي سنين الخبرة بتاعتي وانا بقدمها في الابليكيشن؟ بمنتهى البساطة، الموضوع سيمبل جدا، وواحد زائد واحد يساوي اتنين، او ساعات يساوي اتنين ونص، ما يجراش حاجة. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك 3 اطراف يشهدوا ان انت شغال في الشركة دي. الطرف الاول هو انت، الطرف التاني هو الشركة، الطرف التالت هو third party. third party ايا كان هو ايه الثيرد بارتي ده. بمعنى انت هتقول انا شغال في شركة اكس، وشركة اكس هتقول ده كان شغال عندنا وممتاز قوي. ده مش كفاية، لازم حد يشهد ان انت كنت شغال هناك. لازم حد يقول ان انت كان في علاقة بينك وبين الشركة دي، حبوا بعضكم انتوا الاتنين زي ما انتوا عاوزين، وانت تقول عليها اجمل شركة وهي تقول عليك انت كنت اجمل موظف. في النهاية مين اللي يحكم ان الكلام دوت مظبوط؟ ثيرد بارتي. ثيرد بارتي دوت بقى يكون ايا ما يكون شهادة تأمينات لو انت كان متأمن عليك. طيب انا ما كانش متأمن عليا، بانك ستيتمنت. طيب ما عنديش بانك ستيتمنت، اي حاجة انت شايف ان هي كانت من طرف تالت بيقول ان انت كنت شغال هناك في الفترة دي. يعني مثلا الناس اللي كانت شغالة في بره في السعودية، عندك الفيزا، الفيزا بتاعت اي دولة خليجية انت كنت مسافر فيها، لو مكتوب فيها ان انت مسافر وتشتغل مهندس في الشركة الفلانية دي، ده ثيرد بارتي. الناس اللي عايشة بره مصر وعندها ضرايب بتتخصم منها بطريقة معينة، اقرار الضريبي دوت مكتوب فيه ان هو كان شغال في الحتة دي، خلاص ده اقرار ضريبي اهو. فانت بتحتاج تجيب من شركتك شهادة خبرة، انت بتقول ان انت كنت شغال هناك، وثيرد بارتي ايا ما كان مين هو الثيرد بارتي ده يشهد ان انت كنت شغال هناك. طيب فشلت خالص ومش قادر تجيب اي ثيرد بارتي، في ديكلاريشن بيتعمل ان حد كان شغال معاك في الشركه بيروح معاك وبيقول ده كان شغال في الشركه دي في الفتره دي من كذا لكذا. بس يعني في اللي انا اعرفهم هو حد واحد اللي عمل الحكايه دي، وفي الاخر ما اتخدش بيها بعد ما ضيعت منه وقت كبير قوي. في الاخر السنه دي ما اتحسبتلوش وراحت عليه برضو، حتى بعد ما عمل الديكلاريشن وبعد ما جاب حد وراح بيه. فموضوع الديكلاريشن ده يعني ايه، ما ينصحش بيه. طيب شهادة الخبرة هل ليها فورم معينة؟ لا، ملهاش فورم معينة ولا أي حاجة خالص. مطلوب منك بس يتكتب فيها إن أنت كنت شغال في الشركة، والفترة اللي أنت كنت شغال فيها من كذا لكذا، وكنت بتعمل إيه. دي حاجة مهمة أوي إن أنت تكتب كنت بتعمل إيه في الشركة. كانت المهام الوظيفية بتاعتك 1 2 3 4 5 6 10 3، أي حاجات المهام الوظيفية بتاعتك تلستها كده، تحطها في ورقة وتروح بيها للشركة تقول لهم انا عاوز شهادة الخبرة بتاعتي يكون مكتوب فيها الكلام ده. وفي الاخر في اخر الشهادة من تحت بيبقى مكتوب رقم مديرك المباشر او رقم حد في الاتش ار، المهم رقم بني ادم يتصلوا بيه يتأكدوا منه ان المعلومات دي صحيحة. لان لو ما اتصلوش ساعة الاسسمنت بيتصل ساعة ما قبل ما تبقى الفيزا بتاعتك جرانتد، بيتصلوا برضو يتأكدوا من البيانات دي. فطبعا في كل الأحوال خليك أمين في كل المعلومات اللي أنت بتقولها، علشان الموضوع أنت دافع فلوس كتير قوي ومش مش هتقدر تتحمل ريسك إن تروح عليك الفلوس دي بسبب معلومة غلط أنت قلتها. طيب سؤال مشهور قوي، طيب أنا كنت معايا شهادة خبرة بس ما فيهاش المهام بتاعتي، لو في سبب يخلي المهام دي مش موجودة ما يجراش حاجة. يعني أنت مثلا كنت شغال في قطر ومعاك شهادة خبرة من هناك إن أنت كنت شغال في الفترة دي من كذا لكذا، بس مش مكتوب فيها المهام الوظيفية بتاعتك، ودي قطر وأنا خلاص جيت مصر ومفيش علاقات بيني وما بين الشركة، ومش قادر إن أنا أجيب منهم شهادة خبرة تانية، وأنا خلاص مقدمها أهي ومعايا الفيزا ومكتوب فيها إن أنا كنت شغال هناك، فخلاص يعني إيه بتمشي. طبعا في كل الأحوال الموضوع في الأول وفي الآخر معتمد على الكيس أوفيسر. بس أنا بناء على تجربتي الشخصية ما كانش اصلا في شهادة خبرة، كان كل اللي موجود معايا جواب كده كانوا مدينهولي علشان الناس اللي سافرت السعودية عارفين جواب الاستقدام.
عشان تجيب مراتك وولادك بيبقى الجواب دوت مكتوب فيه ان هو شغال عندنا وتحت كفالتنا وشغال مهندس كهرباء وبيقبض كذا. ده كان كل المكتوب فيه، ومشي معايا لاني قلت له انا خلاص دي شركة في بلد تانية وانا في بلد بعيدة عنها ومفيش علاقات ما بيننا دلوقتي، وانا كنت شغال هناك زمان قوي من 3 4 5 سنين، فبليز اكسبت السيرتيفيكت زي ما هي كده. والراجل وافق عليه. في النهاية انت بتتعامل مع بشر، ده ليه الادفانتجز وليه الديس ادفانتجز بتاعته. حاول تاخد الجزء المفيد في انك بتتعامل مع بشر و يعني تتكلم عن نفسك وتتكلم عن حاجتك. هو انت بني ادم وهو بني ادم، صحيح هو عنده authority ويقدر يضرك ويقدر يلغي لك الابلكيشن بتاعتك، بس في الاخر دايما خرج المارد اللي جواك. انت ياما اعتمدت سبميتلز من ناس، انت ياما اعتمدت لوح من عند استشاريين كانوا معقدين الدنيا كلها، ده انت سلمت حاجات لشركات كهرباء ولحكومة وحكومة هنا وحكومة بقى. فكر في كل الحاجات اللي انت عملتها دي كنت بتعملها لناس تانيين. دلوقتي جه الدور عليك ان انت بتقدم حاجتك، انت بتعتمد حاجتك، فدافع عن حاجتك. وده مقبول جدا. هو في الاخر حتى لو هو مش مقتنع بالحاجه مش بيرفضها على طول، هو بيقول لك انا مش مقتنع بدي وهرفضها، وبيديك فرصه ان انت ترد عليه. فدايما رد، ودايما فكر نفسك ان انت بتتعامل مع بشر عادي، انت مهندس وهو مهندس، وفي الاخر اللي بيقنع التاني هو اللي كلامه بيمشي، والموضوع مش خناقه، وهو مش مستفيد اي حاجه خالص من ان هو يرفض الابلكيشن بتاعتك. بس خلي عندك ثقة في نفسك وخلي عندك ثقة في كلامك وحاول توصل وجهة نظرك. انا كان بالنسبة لي وانا مقدم كانت السنة دي معتبرها خلاص هي كده كده مش هتتحسب لي، بس لما اتكلمنا واتناقشنا زي ما بقول لكم كده في الاخر وافق لما اقتنع ان هي خلاص دي شركة بعيدة عليا وانا مش هقدر اعمل اكتر من اللي انا عملته، لو سمحت اعتمدها لي زي ما هي كده. اعتمدها بدون اي مشاكل. الاسئلة التانية برضو اللي بتتسأل دايما على الجزء ده، هو الاوت كام بتاع انجينيرز استراليا دي اكسبيريشن ديت. بص يا سيدي، من البرسبكتيف بتاع انجينيرز استراليا هو ملوش اي اكسبيريشن ديت. هو خلاص احنا اعتمدنا لك كده، انت مهندس عندنا طول العمر وعدد سنين الخبرة بتاعتك دي خلاص احنا اعتمدناه في التاريخ الفلاني، انت عندك 5 سنين خبرة، خلاص احنا اعتمدناه وما عندناش اي مشكلة ان احنا مش محتاجين نعيد تاني بعد كذا سنة نعيد لك حاجة تاني، خلاص احنا كده اديناك اللي انت عاوزه. بس من البرسبكتيف بتاع الديبارتمنت اوف immigration and border الكلام دوت مش دايما valid. يعني ايه بقى؟ يعني انجينيرز استراليا بتقول لك انا اديت لك جواب، الجواب دوت ساري طول الحياه، بس البوردرز بتقول لك لا، لا يا حبيبي انا مثلا بعد سنتين محتاج الجواب ده يتعمل له ابديت. انجينيرز استراليا ما عندهاش اي مشكله ان انت تكونتاكت انجينيرز استراليا وتطلب منهم ابديت على الليتر بيقول لك على الاجراءات اللي انت المفروض تعملها وبيتعمل له ابديت. فهو يعتبر ليه اكسبيريشن ديت وملوش اكسبيريشن ديت. يعني في كل الاحوال في الاخر انت مش هيتعمل لك اسسمنت تاني ومش هتعمل ريبورت تاني ومش هتخش في كل الوش ده تاني. بتعمل بس اجراءات ان انت بتطلب ان انت تعمل ابديت ومش عارف ايه، وبيتعمل لك الابديت من غير اي مشكله خالص. طيب سؤال كمان، انا في اجازه بس التامينات بتاعتي شغاله وبدفع التامينات كل فتره وبتاع، الفتره دي فتره الاجازه دي هتتحسب لي ولا مش هتتحسب لي؟ لو انت شركتك قالت انت خدت اجازه مثلا من شهر مارس 2016 لحد شهر سبتمبر 2016، لو انت شركتك وهي بتدي لك شهاده الخبره اديت لك شهاده الخبره فيها الفتره دي ان انت كنت موجود وشغال، فخلاص انت بتقول انا كنت شغال هناك، وشركتك بتقول ان انت كنت شغال هناك، ومعاك شهاده من التامينات ان انت كنت شغال هناك، فخلاص مفيش اي مبرر يعني ان انت الفتره دي تترفض لك، هتتقبل لك عادي مفيش اي مشكله. طيب نقطه بقى شهاده التامينات، ودي نقطه مهمه جدا، وده البعبع اللي هيقابلك وانت بتجيب الحاجات اللي تثبت ان انت كنت شغال في مكان معين. حاول بقدر المستطاع ما تروحش لناحيه التامينات دي. يعني لو عندك بنك ستيتمنت يبقى خير وبركه. طيب لو انت عندك بنك ستيتمنت بس البنك بيقول لك لا انا ما اقدرش اديلك
بنك ستيتمنت لورا الا لحد تاريخ معين. يعني هو مثلا انت شغال في الشركه دي بقالك 9 سنين والبنك بيقول لك لا انا اخر اديلك بنك ستيتمنت مثلا ب5 سنين فاتوا. لا مفيش حاجه اسمها كده، البنك يقدر يديلك، واشتكي وكلم الكاستمر سيرفيس واسكليت الموضوع لحد لما توصل لاكبر راس تقدر تحل لك الموضوع وتاخد البنك ستيتمنت بتاعتك بالفتره بتاعتك اللي انت عاوزها. مفيش حاجه اسمها اصل ده كان زمان قوي ومش هينفع نديها لك. مفيش حاجه اسمها انت كان حسابك عندنا زمان واتقفل فما ينفعش نديلك بنك ستيتمنت، لا ينفع. واشتكي وامشي في اجراءاتك لحد لما توصل زي ما بقول لك لاكبر راس. لو فشلت معاهم في مصر ابعت للسايت بتاع البنك دوت في بره في بلده، ايا كان بلد البنك دوت ايه، في فرنسا في اي حاجه، ابعت لهم اشتكي لهم قول لهم انا عندي مشكله دلوقتي والناس بتاعتكم في مصر مش راضيه تديني البنك ستيتمنت بتاعتي. يعني قاتل على البنك ستيتمنت بتاعتك لحد اخر لحظه، لان دي الطريق السهل، ده السكه السهله. شوف بقى لدرجه ان انت تروح تشتكي في فرنسا، تروح تشتكي في لندن، تروح تشتكي في الصين، تبعت لهم تبعت الناس دي كلها تشتكي، اهون لك من انك تروح مكتب التامين. طيب خلاص يأست وخلاص قضاء وقدر ولازم هروح لمكتب التأمينات. تروح مكتب التأمينات بمنتهى الهدوء، رايح عارف ان انت هتواجه مكتب تأمينات في مصر، مش محتاجة يعني ايه اي اوصاف، رايح هادي خالص، اعصابك هادية رايق جميل، تتعامل مع كل الناس بابتسامة لحد اخر لحظة. تروح على الشباك تقول له لو سمحت، في حاجة مهمة برضه، في فورم موجودة على الجروب للجواب بتاع التأمينات، هو موجود على النت لو عملت سيرش عليها هتلاقيه، فورم كده للجواب بتاع التأمينات المفروض يكون شكله ايه، تبقى رايح طابعها من نفسك كده، ما تجيبش لنفسك الكلام، انت رايح طابع الفورمه دي بحيث بس حد هيملاها لك ويختمها لك. هتروح على اللي انا بقوله ده حصل معايا في مكتبين تأمينات مختلفين، فهو يعني يكاد يكون فاليد على كل مكاتب التأمينات. تروح تقف على الشباك، تقف في الطابور بتاعك تقول له لو سمحت انا عاوز املى جواب التأمينات دوت بالمدة التأمينية دي وعاوز اختمه. هيقول لك لا احنا بطلنا نطلع الجواب ده يا استاذ. تقول له معلش انا محتاجه جدا وانا لسه مطلعه من مكتب تأمينات تاني جنبكم، فلو سمحت ساعدني وانا اسف وبتاع، ويعني اعمل بقى كل الايه كورسات التمثيل اللي انت خدتها كلها في الدنيا. غالبا مش هيرضى برضه وهيحلف لك على الميه تجمد ان خلاص مكتب التأمينات بطل يطلع الجوابات دي. تنسحب في هدوء وتدخل المكتب من جوه، تدخل جوه مش تقفش على الكاونتر من بره، ادخل لهم جوه، دور على حد وشه سمح كده وروح له معاك الفورمه دي وقول له لو سمحت انا عايز املى الفورمه دي ودي حاجه مهمه بالنسبه لي وانا سفري متوقف على الورقه دي. اقعد معاهم كده لحد لما تلاقي حد يرضى يملى لك الورقه دي، بيملوها، بيملاها في الاخر وبيختمها لك بختم النسر، وبتبقى معاك الورقه بتاعتك، شهاده التأمينات المظبوطه اللي بتمشي من غير اي مشاكل خالص. الكلام ده حصل معايا في مكتبين تأمينات مختلفين، فما تيأسش خالص، هيوصلوك لمراحل كده من الإحباط إن أنت خلاص ده هي فعلا ده شكلهم فعلا بطلوا يطلعوها، ده شكلهم خلاص بقى بيتعمل البرنت ده بس، والبرنت ما ينفعش يتختم ومش عارف إيه، كل ده كلام في الكنافة. الشهادة لسه بتطلع زي ما هي ومفيهاش أي مشكلة خالص، بس خلي بالك طويل كده وتعامل مع الناس بهدوء، وأنت في الآخر تاخد اللي أنت عاوزه، هتمشي وأنت مبسوط. خلاص دي كده تقريبا كل الأسئلة اللي بتتسأل على الجزء ده. انا عمال ببص كده برضو لو في سؤال كده ولا كده، انا كاتب الاسئله معايا تقريبا، دي كده كل الاسئله اللي الناس سالتها على الموضوع ده. طيب نروح بقى للجوست اللي بخوف كل الناس، البعبع، السي دي ار، اللي هو الريبورت competency demonstration report. الناس مصعبه الموضوع قوي على نفسها وحاسه ان هو حاجه عظيمه، وناس بتبعت تقول طب والنبي هبعت لك السي دي ار تراجعه، وحتى لو مش عارف ايه، لا مش الموضوع مش محتاج خالص اي، الموضوع بسيط وسهل جدا 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 وسيستماتيك لأبعد حد، وهنعمله مع بعض خطوة خطوة يعني بطريقة مش عاوز اقول ان هو الدنيا تكاد تكون تيبيكال ما فيهاش اي خالص ابداع. كل الحكاية ان انت لازم تكتبه in your own words، لازم الكلام المكتوب يكون كلامك انت، ما تكونش نقله copy paste، ولازم
يكون في شوية حاجات هنقول عليها واحنا بنتكلم واحنا بنعمله مع بعض. احنا هنعمله مع بعض خطوة بخطوة. لازم تكون في شوية الحاجات دي علشان يتقبل ك CDR لبروفيشنال انجينير. اول حاجة في CDR هو ال Continuing Professional Development. ده ايه ده CPD دوت حاجة ورقة واحدة كده A4 فيها التريننجز والكورسز اللي انت خدتها من ساعة ما دخلت الكلية لحد دلوقتي. شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده اهو Continuing Professional Development، محطوط فيه التريننجز اللي انت خدتها. انا خدت تريننج في سنة 2008 في المكان الفلاني، مرنت على كذا والديوريشن بتاعته كانت كذا ساعة. في سنة كذا عملت كذا، في سنة كذا عملت كذا. الكورسز انا خدت كورس الفلاني في السنة الفلانية في المكان الفلاني، الكورس ده كان بيتكلم عن كذا، وهكذا. ورقة واحدة تلست فيها شوية التريننجز وشوية الكورسز اللي انت خدتها، بحيث بس بتقوله ان انت محافظ على نفسك، ان انت ابديتد، ان انت بتحاول دايما تاخد كورسات وتريننجز تطور بيها من نفسك وتبقى up to date. دي عبارة عن ورقة واحدة زي ما انت شايفينها كده، مفيهاش اي ابداع خالص. عملت ال TPT ورقة واحدة منتهى السهولة، مفيهاش مشاكل. بتعمل 3 career episodes، 3 حلقات عن شغلك. تختار اي 3 مراحل في حياتك تتكلم عنهم، وهو ده الجزء اللي الناس كلها مستصعباه، هو ده الجزء اللي الناس كلها خايفة منه، وده الجزء اللي احنا هنتكلم عنه بمنتهى السهولة خالص، وهنقوله خطوة بخطوة بطريقة في منتهى السيستماتيك اللي في الدنيا كلها. متبقاش محتاج خالص اي مساعدة من اي حد وانت بتعملها، مجرد بتفصل شغلك اللي انت اشتغلته على الفورمة اللي هم عاوزينها، فبتطلعها بمنتهى السهولة، ما تاخدش منك اي وقت خالص. يعني ممكن تكتب ال3 كارير ايبيزودز في يومين 3، لو انت مثلا تقعد في اليوم ساعتين ولا حاجة تعمله. واخر حاجة السامري ستيتمنت. السامري ستيتمنت دي حاجة عاملة ازاي؟ السامري ستيتمنت شكلها عامل كده، مكتوب فيها جدول كده 3 صفوف في الكومبيتنسي element بريف كده، كلمتين بتكتبهم انت ازاي بتديمونستريت الكومبيتنسي element دوت وازاي بتطبقه في شغلك، ورقم الباراجراف اللي بيثبت الكلام اللي انت كاتبه دوت في الكارير ايبيسودز اللي انت كتبتها. والحقيقة ان السامري ستيتمنت دي هي اهم جزء في الريبورت كله. ليه بقول اهم جزء في الريبورت كله؟ لان from my personal experience ده الجزء اللي بيتبص عليه. انت الراجل مش بيمسك الريبورت بتاعك يصححه، هو مش قاعد فاضي مستني الريبورت بتاعك لما يوصل، هو بيبص على السامري ستيتمنت دي. لو لقى فيها غلطات يبقى خير وبركة، يقول لك لا ده عندك مشاكل وانت خد ابديت الابليكيشن بتاعتك دي. لو لقاك حاطط فيها حاجات تكنيكال اكتر من اللازم، هيقول لك انت هنقيمك كتكنولوجيست. وبالمناسبه هو ما بيطلعلكش الاوت كام تكنولوجيست على طول، بياخد رايك الاول طالما هيغير اللي انت طالبه. لو لقاك حاطط مانجيريال سكيلز اكتر من اللازم ومفيش حاجات تكنيكال، هيقول لك انت تكنولوجيست. هو مركز ان انت تبقى تكنولوجيست، انا معرفش ليه. لازم يلاقي في السامري ستيتمنت دي هي موجوده في البوكلت، ليها فورمه وليها نقط معينه لازم تتحط فيها، لازم يلاقيك مغطي كل النقط دي. علشان كده واحنا بنعمل الاكزامبل اللي احنا هنعمله، هنبدا بالسامري ستيتمنت، هنكتب سامري ستيتمنت مظبوطه زي ما هو عاوز بالظبط. هنشوف مع بعض بنكتبها ازاي بالطريقه اللي هو عاوزها، مغطيه كل النقط اللي هو عاوزها. وبعد كده من السامري ستيتمنت دي هنكتب ال3 كارير ايبيسودز من خلال السامري ستيتمنت. يعني هنمشي بالمقلوب، بدل ما نكتب الكارير ايبيسودز وبعد كده نلخصها في سامري، لا هنكتب السامري الاول وبعد كده نكتب الابيسودز. وهوريكم دي قد ايه طريقه اسهل بكتير قوي. انا الابلكيشن بتاعتي اترفضت مرتين كبروفيشنال انجينير، وفي المره الثالثه اتقبلت. المره الثالثه هو اللي انا عملت فيها الكلام اللي انا هقول لكم عليه ده. خلاص كتبنا السامري ستيتمنت، هنكتب بقى ال3 كارير ايبيسودز بتاعتنا.
وزي ما قلنا ان هي ليها فورمات ثابتة ومحددة وفيها حاجات معينة هو مستنيك تقولها له. اول حاجة الفورمات، لازم نبدأ بانترودكشن بتكون تقريبا 100 كلمة. السؤال دايما بيتكرر كتير قوي، طيب هو انا ينفع ازود عن ال 100 كلمة؟ لا، ينفع تزود عن ال 100 كلمة، بس ليه تزود عن ال 100 كلمة؟ هو الراجل بيقول لك حط لي 100 كلمة، حط له 100 كلمة. يعني ليه بنحط نفسنا في موقف ان هو طالب حاجة واحنا عاملين حاجة تانية؟ هو بيقول approximately 100 كلمة، اعملها له تقريبا 100 كلمة. 105 110 اهلا وسهلا، بس ما تعملوش مثلا 300 كلمة. يعني ايه؟ نخلينا دايما في الرينج اللي هو عاوزه. الباك جراوند من 200 ل 500 كلمة، التزم بال 200 ل 500 كلمة. معلش تعالى على نفسك شوية، أنا عارف إن أنت عملت حاجات أكتر من كده بكتير ونفسك تقول كلام كتير، بس نلتزم يا جماعة بالكلام اللي الراجل قايله. طيب لو أنا ما التزمتش يعني ومزودها شوية ولا قللها شوية، الدنيا مش هتتهد، بس مفيش داعي. يعني خلينا دايما نتعامل، فكر إن أنت بتقدم حاجة لاستشاري، وهو الاستشاري دوت طالب منك حاجات معينة، ولو أنت في شغل بتعملها له، ما بالك بقى أنت بتعمل حاجة لنفسك مع حد في أستراليا بيعتمد لك شهادتك. فيعني نحاول نلتزم بالكلام اللي هم عاوزينه. بعد الباك جراوند بنكتب personal engineering activity، بتكون ما بين 500 و1000 كلمة، نلتزم برضو بيهم. دي بقى اللي انت بتكتب فيها انت عملت ايه بالتفصيل للمستفيد، وتحط فيها كل اللي انت عاوزه. ال1000 كلمة هيكونوا كفاية جدا يعني ان انت تحط كل الكلام اللي انت عاوز تقوله. وفي الاخر summary من 50 ل 100 كلمة بتسمرايز فيه اللي انت قلته في كل الكلام اللي فوق ده. المفروض ان احنا نعمل مع بعض step by step example، ونكتب زي ما اتفقنا كده في اول الفيديو الكارير ايبيزودز مع بعض، ونكتب السامري ستيتمنت مع بعض. بس الوقت جري بينا جدا 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 يعني، فخلينا نعتبر ان الفيديو دوت هو بارت 1، ونعمل بعديه فيديو تاني بارت 2 نعمل فيه الاكزامبل مع بعض خطوة بخطوة، نكتبها مع بعض قدامكم كده على السكرين، بحيث يكون معانا الوقت كفاية، لان هي هتاخد مننا شوية وقت، ممكن تاخد كمان نص ساعة ولا ساعة الا ربع تاني. فخلينا نعملها تاني، انا عارف ان الوقت غالي قوي، وعارف ان الناس اللي بتقدم دلوقتي مستعجله قوي، فان شاء الله في اليومين اللي جايين، يومين 3 اللي جايين دول، يكون الفيديو التاني جاهز. يا رب ما اكونش ضيعت وقتكم، يا رب تكونوا حسيتوا ان انتوا استفدتوا حاجه. اللي حس ان هو الموضوع كان مفيد ليه باي شكل من الاشكال يدعي لي دعوه حلوه كده في قلبه. اللي حس ان هو ما استفادش حاجه وان وقته ضاع يسامحني. اخر حاجه قبل ما نقفل الفيديو، الفيديو مفيش اي حقوق مرتبطه بيه خالص، ولا ليا ولا لاي حد. الهدف الأساسي والرئيسي والوحيد منه إن الناس تستفيد منه، فاللي عاوز يستخدم الفيديو أي استخدام هيؤدي في الآخر إلى إن الناس تستفيد منه يستخدمه من غير ما يستأذن خالص. عاوز يعمله داونلود، يعمل له أبلود في سايت معين، يحطه على جروب تاني، يعمل عليه إيديت لو شايف إن في معلومة مش مظبوطة هو عاوز يغيرها، حاجة اتعمل لها أبديت بعد كده السنة اللي جاية ولا حاجة، وعاوز يغير رقم ولا يغير معلومة يغيرها. اي حاجة هتؤدي الى ان الناس تستفيد من الفيديو بشكل اكبر احنا معاها وبنشجع اللي هيعملها. شكرا لوقتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.